خروج المهدي المنتظر وعلاقته بأنشودة سلام يا مهدي، وهل تحرير فلسطين علامة من علامات يوم القيامة؟ هذا وش راح نحكي عليه في فيديو اليوم، تابعوا. المهدي المنتظر هو راجل يخرج في آخر الزمان ويكون من أهل البيت، يعني من نسل الحسن والحسين ولد فاطمة عليهم السلام، ويكون اسمه كما اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كما اسم أب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يا إما يكون اسمه أحمد وإلا محمد بن عبد الله. وفي أحاديث واحدة خلاف يقولوا باللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال باللي يكون اسمه كما اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تذكرش باللي يكون اسم باباه كما اسم أب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو علامة من علامات قيام الساعة، كي يخرج راح يحكم الأرض 7 سنين وينتشر فيها العدل، والأمطار تولي تصب في وقتها، والأرض تتملى نبات، وتعظم الأمة وينعم عليها ربي سبحانه بنعم لم تنعمها من قبل. ومن علامات ظهور المهدي المنتظر هو انتشار الظلم والحروب وانعدام الأمن والاستقرار والخسوف والكسوف. وأول ظهور ليه يكون في البيت الحرام بعد موت الخليفة واقتتال 3 أبناء الخليفة على كنز الكعبة، والكنز هذاك ما يديه حتى واحد فيهم. ومن بعد يخرجوا أصحاب الرايات سود من المشرق وإلا من الخراسان، ومعاهم المهدي المنتظر وبيقتلوهم أشد قتال. هدية في السنة النبوية الشريفة، ولكن أغنية سلام يا مهدي عندها علاقة بالشيعة. الشيعة يتفقوا مع السنة باللي في آخر الزمان راح يظهر الإمام المهدي، ولكن التخمام تاعهم هم والإمام المهدي هم اللي ينتظروه، مش كيما الإمام المهدي اللي عنا احنا. في الشيعة الاثنى عشرية الإمام الآخر تاعهم هو الإمام المهدي المنتظر، ولكن هو غايب. وقته زاد في 255 هجري، وهو عايش من هذاك الوقت إلى يومنا هذا، ولكن ما ظهرش، ويقولوا باللي هو في الغيبة الكبرى. وهذيك الغنية اللي نسمعوها تاع سلام يا مهدي هما زعما قاعدين يعيطولوا باه يخرج، وهما مقتنعين اقتناع تام باللي المهدي المنتظر مازال عايش إلى يومنا هذا، وباللي كي يشوف الظلم هذا اللي صار في الارض راح يخرج وينقذهم منه. وكيفاه اصلا متاكدين ومقتنعين باللي حي، يقولوا باللي عنده غيبه صغرى، الغيبه اللي راهو فيها درك غيبه كبرى، والغيبه الصغرى كان يتواصل فيها مع العباد بواسطه سفرائه الاربعه. ومقتنعين باللي هو في مدينه ساموراء العراقيه. يعني باختصار الغنية هذيك إيرانية شيعية، وقاعدين يناديوا على المهدي باه يخرج، وهما كي يسمعوا واحد يقول قدام المهدي المنتظر يزيدوا قدامها عجل الله بفرجه، لأنهم هما مقتنعين باللي هو حي من عام 255 هجري. درك نجيو إذا كانت تحرير فلسطين علامة من علامات يوم القيامة. فلسطين كانت محتلة من قبل من طرف المسيحيين، وصلاح الدين الأيوبي حررها عام 1187 في معركة حطين، وبقاو الناس عايشين من وراها وما قامت القيامة ما والو، يعني ما عندها حتى علاقة تحرير فلسطين بيوم القيامة. وهكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي فيها. ما تنسوش تتفاعلوا في الفيديو، تابعوني على الانستغرام والفيسبوك واليوتيوب. إكرام بشكو.